كلنا بنجري ورا السعادة وبنحاول نهرب من أي مشاعر صعبة، بس ماذا لو المطاردة دي نفسها هي اللي بتتعبنا؟ بالظبط. ماذا لو الصراع ضد القلق والحزن هو اللي بيكبرهم أصلاً؟ أيوة، دي مش مجرد فكرة فلسفية، ده جوهر منهج نفسي كامل اسمه العلاج بالقبول والالتزام أو ACT. واللي هنغوص فيه النهاردة. بالظبط. المصدر الأساسي لينا هو كتاب فخر السعادة لروس هاريس، ومهمتنا النهاردة بسيطة: نفهم إزاي بنقع في الفخ ده، والأهم إزاي نطلع منه. ونعيش حياة ليها معنى حتى لو مش سعيدة طول الوقت. بالظبط. يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن منهج نفسي قوي جدا اسمه العلاج بالقبول والالتزام، أو اختصاراً ACT. ده أسلوب ممكن يساعد أي حد فينا يعيش حياة ليها معنى أعمق ويخرج من دايرة الصراع الداخلي اللي ساعات بنلاقي نفسنا محبوسين جواها. خلينا نبدأ سؤال ممكن يغير نظرتنا للأمور تماماً. يا ترى إيه اللي هيحصل لو اكتشفنا إن المشكلة الحقيقية مش في المشاعر الصعبة اللي بنحس بيها، لكن في الحرب اللي بنعلن عليها؟ السؤال ده هو بالظبط محور كل اللي هنتكلم فيه. وده اللي بينقلنا لأول جزء، الحرب اللي مستحيل نكسبها. هنفهم سوا ليه كل ما بنحارب عالمنا الداخلي كل ما بنخليه أقوى وأشرس. تخيلوا معايا كده إن جوه عقل كل واحد فينا فيه زي مفتاح، هنسميه مفتاح الصراع. لما المفتاح ده بيكون مفتوح، أي شعور بسيط بعدم الراحة بيتحول فجأة لعدو لدود لازم نحاربه ونقضي عليه. والنتيجة بنلاقي نفسنا غرقانين في معاناة زيادة، معاناة إحنا اللي خلقناها لنفسنا. وهنا بقى بيظهر فرق مهم جدا. في حاجة اسمها الانزعاج النظيف، وده الألم الطبيعي اللي كلنا بنمر بيه ومفيش منه مفر، زي لما بنحزن على خسارة حاجة غالية علينا. وفي بقى الانزعاج القذر، ودي المعاناة الإضافية اللي احنا بنصنعها لما بنقاوم الانزعاج النظيف. زي إيه؟ زي القلق من إننا قلقانين، أو الغضب من إننا بنحس بالحزن. طيب ليه محاولاتنا دي للسيطرة على مشاعرنا وأفكارنا بتفشل دايماً؟ ده اللي هنشوفه في الجزء الثاني، مشكلة السيطرة، أو اللي بنسميه فلخ التجنب التجريبي. التجنب التجريبي، المصطلح ده ممكن يبان معقد، بس هو ببساطة شديدة محاولة الهروب أو قمع أي تجربة داخلية مش حابينها. أفكار، مشاعر، ذكريات، أي حاجة، حتى لو الهروب ده نفسه مؤذي أو بيكلفنا كتير على المدى الطويل. يعني بدل ما الشخص يحس بالقلق، ممكن يفضل يقلب في السوشيال ميديا بالساعات عشان بس يهرب من الشعور ده. أحسن تشبيه للموضوع ده هو تشبيه الرمال المتحركة. كلنا شفنا المشهد ده في الأفلام القديمة، البطل بيقع في رمال متحركة، وكل ما يتخبط ويحاول يطلع كل ما بيغرق أسرع وأسرع. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع مشاعرنا الصعبة، كل ما بنسرعها كل ما بتشدنا لتحت أكتر. النقطة المهمة هنا إن عقلنا ده أداة عبقرية في حل مشاكل العالم الخارجي. لو في حاجة مش عجبانا بنلاقي طريقة نغيرها أو نتجنبها خالص. لكن لما بنستخدم نفس الأداة دي بنفس الطريقة مع عالمنا الداخلي، مع أفكارنا ومشاعرنا، بنخلق دوائر مقفولة ومدمرة. ومن هنا بيجي دور الحل. خلونا نتعرف على منهج مختلف تماماً، العلاج بالقبول والالتزام أو ال ACT. هدف ال ACT مش إننا نحس إننا كويسين طول الوقت، لا خالص. الهدف هو إننا نخلق حياة غنية كاملة وليها معنى، وفي نفس الوقت نتقبل الألم اللي هو جزء طبيعي منها. يعني التركيز بيتحول من مجرد مطاردة إحساس السعادة إلى إننا نعيش حياة ليها قيمة فعلاً. المهارة الأساسية اللي ال ACT بيحاول يبنيها جوانا هي المرونة النفسية، ودي ببساطة القدرة على إننا نكون حاضرين هنا ودلوقتي، نكون منفتحين على تجربتنا الداخلية من غير أحكام، ونعمل الحاجات اللي تهمنا بجد. الشكل اللي قدامنا ده اللي اسمه الهكسفلكس هو زي الخريطة للعمليات الأساسية الستة في ال ACT اللي بتبني المرونة النفسية دي. يلا بينا نستكشفهم بسرعة. ودلوقتي نيجي للقسم بتاع مجموعة أدوات ال ACT، يعني المهارات الأساسية عشان نعيش حياة ليها قيمة. أول جزء من الأدوات دي هو الانفتاح على اللي بيحصل جوانا، وده بيشمل مهارتين مهمين قوي: فك الاندماج مع الأفكار اللي بتزن في دماغنا، وقبول المشاعر الصعبة. فك الاندماج المعرفي معناها إننا نتفرج على أفكارنا بدل ما نبص على الدنيا من خلالها. يعني نشوف الفكرة على حقيقتها، إنها مجرد كلمات وصور جوه دماغنا، مش الحقيقة المطلقة اللي هي بتحاول تقنعنا بيها. والفرق بين الحالتين دول شاسع جدا.
في حالة الاندماج الفكرة بتكون هي الواقع، بتكون أمر لازم ننفذه. لكن في حالة فك الاندماج بنشوف إن الأفكار دي مجرد لغة، مجرد كلام، مش أوامر، ومش مهمة إلا لو كانت مفيدة لينا. طيب، إزاي نعمل كده؟ في تقنية بسيطة قوي. لما تيجي فكرة مش مفيدة زي فكرة أنا فاشل، بدل ما نصدقها نقول لنفسنا في سرنا أنا عندي فكرة بتقول إني فاشل. بس كده. لاحظوا المسافة اللي الجملة دي خلقتها فجأة بين الشخص اللي بيراقب وبين الفكرة نفسها. جربوها المرة الجاية وشوفوا إحساسكم. الجزء التاني من الأدوات هو فعل ما يهم، وده بيشمل حاجتين: إننا نحدد قيمنا اللي هي زي البوصلة بتاعتنا في الحياة، وبعدين ناخد خطوات عملية وملتزمة في اتجاه البوصلة دي. مهم جدا نفرق بين القيم والأهداف. القيم دي عاملة زي الاتجاه، زي إن الشخص يقرر يمشي ناحية الشمال، دي عملية مستمرة ما بتخلص. أما الأهداف فهي محطات في الطريق، زي جبل معين عايزين نعديه وإحنا ماشيين شمال. الهدف ممكن نوصله ونشطبه من القيمة، لكن القيمة بتفضل دايما هي الدليل بتاعنا. طب إيه هي القيم دي؟ القيم هي أعمق رغبات قلبنا في الطريقة اللي عايزين نتصرف بيها كبني آدمين. إيه الحاجات اللي عايزين نمثلها في حياتنا؟ إيه المبادئ اللي عايزين نعيش على أساسها؟ طيب، إزاي نجمع كل الأجزاء دي مع بعضها؟ ده اللي بيوصلنا للقسم الأخير: عيش حياة ليها قيمة. في استعارة قوية جدا بتلخص فلسفة ACT كلها، وهي شياطين على المركب. تخيل إنك بتقود سفينة وجواها شوية شياطين اللي هم أفكارك ومشاعرك الصعبة. أول ما تقرر تتجه للشاطئ اللي هو قيمك، الشياطين دي بتطلع وتهدد وتزعق. بس النقطة المهمة هي إنهم ما بيقدروش يأذوك جسدياً أبداً. كل اللي عليك تعمله هو إنك تقبل بوجودهم على سطح المركب، وتفضل موجه دفة السفينة ناحية الشاطئ بتاعك. وبكده نوصل للسؤال الأخير اللي بيلخص كل حاجة: ماذا لو كان الهدف مش إننا نكسب الحرب ضد الشياطين الداخلية دي، ولكن ببساطة إننا نسيب قيمنا هي اللي تقود السفينة بتاعتنا؟ سؤال فعلا يستحق التفكير.